السلام عليكم. السنة الجاية هشد حيلي، الشهر الجاي تعبان، بكرة هذاكر. كل يوم تقول نفس الكلمة وبتديني نفس الزنقة، ألا وهي زنقة الكلاب. أنا طبعا مش جاي النهاردة أقدمك على الشهور اللي أنت ضيعتها وخلاص الامتحانات بدأت، بل أنا جاي عشان أحققك وأديك جزء من خبرتي الفذة في عالم الغش التي لا تتعدى 18 عام. يلا بينا نبدأ الفيديو. ليلة الامتحان واللي تعتبر أهم ليلة في العمر بعد ليله الدخله طبعا، وزي ما انت عارف عشان تكون غشاش بروفيشنال لازم تشتري شويه حاجات. لازم تجيب شاش وقطن وايربودز وصنفره، واقول لك هتعمل ايه بالصنفره لما خلاص جبت الحاجه وروحت. البس الايربودز بتاعتك الجميله ولف عليها شاش وقطن، اهم حاجه تكون مخبي ودنك. الخطوه الثانيه في الليله المريبه دي، امسك ورقه برشامك الجميله واكتب فيها كل اللي انت عايزه. استغفر الله. خلصت برشامك، نيجي لاهم خطوه. اشوفك في سير الساعه 10 عشان هتصحى 4 الفجر عشان نكون اول ناس في المدرسه، ونروح على الخطوه اللي بعديها. عايزك توصل للمدرسه الساعه 5 الفجر. هتقول لي ليه يا عم، هو انا رايح ابيع لبن؟ هقول لك يا غشيم لازم تتدرب على اللجنه اللي هتمتحن فيها عشان تكون رجلك واخده على الملعب. المهم وصلت الفصل اللي هتتنيل فيه، دور على احلى ديسكه موجوده. مواصفات ديسكه الغش البروفيشنال، ما تكونش متكسره فيها دراج من تحت، وما يكونش حد مبرشم عليها. لقيت دكه احلامك بس في مشكله، الدكه مبرشم عليها من ايام تحطمس الثالث، وانا جبت لك الحل السحري. طلع الصنفره وحكها شويه في الديسك لغايه ما تريحها، قصدي تمسح الكلام وترجع زي الجديده، وتروح انت ناقل الكلام اللي انت كنت عامله في ورقه البرشام على الدكه وتكتبه على الحيطه كمان. دلوقتي هنشوف نتيجه اعمالك هنا. بدأ الامتحان وابن الصرمه المراقب اللي واقف عليك قال اللي معاه شنطه او برشام او ملزمه يطلعها. ليه؟ لان انا واب ضحى. خليك محترم وطلع الحاجه، ما انت كده كده كاتبها على الدكه، وفي نفس الوقت تكون بتكلم اخوك من البيت بكل سلاسه، لانك كنت حاطط الشاش والقط، وتحتيهم البورصه تكلم بيه اهلك من البيت يطلعوا لك الاجابه، وتخلص الامتحان وتسلم الورقه، وكما دخلت اللجنه تخرج، ويبقى قابلني لو فلحت. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وترزع زر اللايك الجميل، وتشارك الفيديو مع صحابك الغشاشين عشان يستفادوا. سلام. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.